مداخلة كرنا داعش لسر ألاني يعني لسر منطقة جن بتهيبات هاتن هدف كرتن وياري ينجي بيارا بإيش يقول لسر شنغالي هاتا بيقانين ده دسبي كده حمول شهيدين كونكوشية أم دمنت ببيرتينن وبجنا خال بروان دطرمنن تهمان دميدا هكوشينا وقدوير وجيدا لدجي داعش لشنغالي هاتا دسبي كرن ببيشنكتيا يبجي ببيشنكتيا يبجي أو تكوشين حتى روجا إيرو دامن أميد تكوشين سلاف دكن وهر روجي كي جزيدابون أو دربازبونا ما جبه بيواجوه تشيد به تكوشين عمل دجي ذهنية داعش لدجي هيزن بود جن هدف دقري وكو جن إصرار ما تكوشين ما هر روجي بلند به دهمان دميدا أما بو جن ده انجاما ایرشین بود لسر مرچی بونه و به تیبت شنگال ام خبری خستن دکن ام خادگینن هزی کی وساکو هر هزی کی بوج جن هدف دگره یعنی مکتسبات و هدف دگره ام لدیجیو خبری خستن دکن و اصرار خواهی تکوشین ام بلند دکن ده انجاما کنکوژیا بود لشنگال چی بو بگو من تشتکی پر بريخستن كري ومنظم بون داعش تشتي قلت هدف قلت يك أرمان جواني أساسي جهولي راكرنا جواك بونا قلت جواكا كرده هبود الشخص الجنيدة خاص جهولي راكي تشتي دنيا قلت هدف قلت وكو أمتزانن جواكا إزيدي دا نرخين جن هيزا جن يقول هي دا أرمانج قرتنا جن دا هولدان قد أو نرخين جن يقول هندري جواكا يزيدي دا هبه جهولي راكن يعمل على تجزئة الهوية الذاتية وكسر شوكة المقاومة لدى المجموعة المصهورة أي الوظيفة الأساسية التي تقع على كاهل العبد المصهور هو التشبه المطلق بحاكمه أي عاشقون لجلاده أي نستطيع بالمختصر أن نقول أنها تفرض عليه سياسة التصير لكي يكون أكثر طاعة وخنوعة وعملا وخدمة وممارستها بكل حنكة وحرية وفرض عليه الخيانة لإبعاده عن هويته الاجتماعية أي يصبح الحيوان بهيئة إنسان لا يهرع سوى وراء إشباع غرائزه الجنسية. شرط إسقاط وشيء. جبال شنا كل وقت ديروك يتخلى يترن توتر بشنكو مالاي بكريبو وإدارة فكر وهرتوك خلافي وقت بيجن بدري السوري يعني. إشكو فيك جن هر بيشنكو وتخابر جن شنغال شاشتيار بو كرتيجي وكرت الدستة داعش له وتشتي هات سريوانا جبرجو ناريخ السنكري. قلة الحياة من مأكل أو توالد ومحال عليها الاستمرار بالحياة في حال غياب الدفاع الذاتي أيضا، والدفاع يهدف إلى الاستمرار الوجود. فالمرأة هي العنصر الرئيسي والأساسي في تنشئة الحياة من حيث الاعتماد على نظام الحياة أو الموت، الخير الشر، الحرب السلام، الرجل والمرأة. لأن إذا عدنا بالذاكرة إلى المجتمع الطبيعي كانت المرأة لها معاني إنسانية إيجابية تبني علاقاتها وتطورها في المجتمع وتعرف كيف تحمي نفسها. صحابيات الرسول عليه الصلاة والسلام بزمن الرسول يعني قبل 1446 سنة طالبت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله بمعنى حديثة إنه أنت دائما خطابك ذكوري ذكوري ذكوري، وين الأنثى بالموضوع؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام خصص أيام خاصة لتعليم النساء وتفقيهن في دينهم يعني. براسي وك إيرو أم هاتنا جي سميناري أم حاضر بونه أم بيلم يقولوا بتري خوا لسر إبادة يسر انصهار شوا ملت قربونه وشوا انصهار بونه نام ملت تدده إجبر إيه وكيد بأقليات إيه
كيمتري خا تشاوا قريبون ايكو ممستر وانا ناخذ بدو بينن ونهل الانصهار بكن اجبو هيك يعني اباده قالك بشينا هنا مثلا اباده جو تشاوا مكونك بكامل خو اباده بب تشاوا جن دناف جواكي دي ودناف ذهنيا ذكوري اباده بويه يعني قالك بشينا هنا لي احري بتر امر سرت سكن ايرو اجنيه تشاوا جنيه وبتايبه جنا كرد قريبو لسخو سكنه وقريبو نهي لبيتر دناف جواكي دي بدو بي ورولا خو هشتبو جبر بصدي صلاجي جني كرتي ناسكرن انه نوك جني دردورا خبون يعني مالي ما بجني ما ذكريبون جني اداره مالي ذكر سلام هبانا تنبانا للشرابو للبيزلام بودس بدس يعني ديروكي قشيده افتش تيخو يعني كرن شكلت قوه فعلا قوه عظيمه تواجه بقوتها طبعا كل اشكال العنف والاباده اللي عم تواجه خاصه بشمال وشرق سوريا. طبعا المرأة بجميع العالم تعرضت لإبادات كثير ولتعنيف كثير وإلغاء طبعا شخصيتها كمرأة. طبعا ضمن حركات نسوية كانت سابقا نظمت نفسها ضمن حركات نسوية قدرت انه هاي المرأة تحصل على بعض من حقوقها. نستذكر بهذا الموضوع طبعا حادثة معبل السجاد اللي طبعا حرقوا اكثر من 130 اتوقع امراه بسبب انه المراه طالبت ببعض حقوقها. لكن تدريجيا طبعا هناك كانت باحثه كانت هي محاميه طبعا اشتغلت على هذا الموضوع وطبعا اخذت حقوق المراه، لكن الى حد وقتنا الحالي لا يعني الى حد الان ما اخذت كامل حقوقها الا هي بعض من حقوقها. نحن هون في شمال سوريا طبعا نحن عده مكونات، طبعا المراه تشكل كمان قوى عظيمه، كمان نظمت نفسها ضمن حركات نسويه لتواجه طبعا خطر الاباده والصهر. طبعا الصهر هي كون انه المراه ضمن هذه البقعه انصهرت بعده قوميات، هي طبعا نتكلم عن عده قوميات حتى انه هي تحافظ على لغتها وتاريخها وطبعا عاداتها وتقاليدها. نظمت نفسها بحركات نسويه قدرت انه طبعا تتجاوز او تتخطى هذا الصهر والاباده. طبعا السريان طبعا الدوله العثمانيه اللي طبعا هجرتهم وطبعا وقتلتهم او هذه القوميات التجأوا إلى عدة أماكن، فبهيك الأماكن اللي التجأوا إلى طبعا هن نسيوا أو انصهروا ضمن هذه الأماكن. بهيك حالة ثقافتهم طبعا هي كأرمن أو كسريان انصهرت ضمن هاي المجموعات الجديدة اللي انصهرت فيها. في طبعا بداية تأسيس الإدارة الذاتية وكانت من أهم أولوياتها طبعا هي المكونات وأخذ حقوق جميع المكونات، بأنه كل مكون أنه يحافظ على لغته. طبعا هذا حق شرعي لكل مكون على لغته على تاريخه على ثقافته. طبعا والمرأة من ضمن هذه طبعا الثقافة واشتغلت على نفسها كثيرا ضمن أكاديميات طبعا لتعليم لغتها لتعليم ثقافتها للأجيال القادمة.